حكايه الاذان ده اللي هو الاذان ده ازعاج للناس اتعمل جوه المسجد، لكن انا عارف بعد الصلاه اروح اصلي. 5 4 3 2 1. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل أصدقائي وصديقاتي المحترمين في المصطبة حكايات. عود على بدء. حلقتنا النهارده يا جماعة عن آخر حفيد من أحفاد إبليس، وهو عالم الآثار المشهور زاهي ابن أبي حواس، واللي بيطالب بمنع الأذان. الراجل ده عبيط قوي. يبقى الأذان في المسجد بس، يعني الأذان حي على الصلاة حي على الفلاح عشان الناس تعرف ميعاد الصلاة، الناس اللي هم بره المسجد لا، هو عايز الناس اللي جوه المسجد هم اللي يعرفوا ميعاد الصلاة، اللي هم أساسا جوه المسجد. يعني نسيب اللي مش عارفين ونعرف اللي عارفين. كلام جميل. أحب أقول لك يا عم زاهي يا حواس، أنت لا زاهي ولا حاجة، اسم على غير مسمى، ولا حتى حواس، أنت محتاس. هنسميك إيه بقى؟ هنسميك باهت ابن أبي محتاس. يا عم الحاج، يا عم الحاج بقى، أنت يعني جاي تتكلم في إيه؟ أنت تتكلم في المومياوات الفاتنات الحسنوات، في التوابيت. ما تكلمش في شعيرة أساسية من شعائر الدين، الأذان. سيب الدين لأصحابه. بقى أنت يا راجل سايب التحرش بالسياح والنصب عليهم، والحاجة ام 20 جنيه تبقى بتباعها ب 50 دولار وغيره وغيره من السلبيات الموجودة عندنا، وما تجيش إلا على الغلبان الأذان، وماشي زي الدلدول ورا كلام العلماني إبراهيم عيسى اللي بيقول لك الأذان تلوث سمعي. أمال الأغاني الهابطة والديسكو يبقى إيه؟ في الدين بتنهشه ويا ريت بتختشه. اشمعنى الأذان بقى كخة دلوقتي؟ ما هو موجود من أيام سيدنا بلال، وقبل الثورة والسياحة في عزها كان الأذان موجود، ولا عمر حد اشتكى، ولا عمر حد اشتكى من الأذان غيرك أنت وإبراهيم عيسى. وبقول لإبراهيم عيسى يا عيب عليك يا صاحبي يا كبير، أنت اسمك شايل اتنين من أفضل الأنبياء، سيدنا إبراهيم وسيدنا عيسى، والله خسارة فيك الاسم. المهم يا زاهي حواس، خلاص أنت هتفتي في الدين، إحنا هنفتي في إيه؟ في التاريخ. انت تقول ما فيش اذان واحنا هنقول ما فيش احمس ولا تحتمس ولا خوف ولا خفرع ولا منقرع ولا فيش اهرامات. خلاص، وده مش هيلغي ان الاذان ثابت وموجود في الدين، ولا هيلغي ان تحتمس موجود في التاريخ. يعني كله كلام في الفاضي وتحصيل حاصل. لا وايه؟ يجي المطبلات سيد علي المذيع سيد علي ويصدق على كلامهم الاثنين ابراهيم عيسى وزاهي حواس. بعض خدها عليه وزي حواس بيقول وزي حواس بيعمل. انا لا ادافع عن احد، انما هو معايا. هو احنا يا اخي نخلص من مطبلاتي؟ يطلع لنا مطبلاتي؟ مش كفايه احمد موسى خلصنا منه نيجي تطلع لنا يا سيدي علي؟ هي البلد دي مش هتنضف بقى يا جماعه؟ ولا عمرنا ان سمعنا ان سائح اشتكى من الاذان، بالعكس ده في سياح بتبكي لما تسمع صوت الاذان. السياح جاي عارفين ومحترمين ثقافه البلد اللي هم جايين فيها. تيجي منك انت يا مسلم، تيجي منك يا مسلم يا مصري. والحقيقه يا جماعه الحرب بين ابليس وبيننا هي موجوده من قديم الازل. يعني ابليس حاططنا في دماغه ولا هو يتوب ولا يبطل مرضيه فينا، وكل شويه يبعت لنا واحد من عياله او احفاده زي حواس كده، ده بسبب كرهه لسيدنا ادم عليه السلام ولاولاده من بعده لحد دلوقتي. هو كان في حل وكان في امل ان الحرب دي تنتهي بيننا وبين ابليس، والنفوس تهدى وتصفى ونبقى حبايب احنا وابليس. الكلام ده من حوالي 2000 سنه، ايام سيدنا موسى عليه السلام لما دعا ربه وقال له يا رب احنا بقى عايزين نحل المشكله دي وننهي الحرب بيننا وبين ابليس وتتوب عليه وترجع الميه المجاريه ويبقى زيتنا في دقيقنا. ايه المطلوب يا رب عشان ابليس يتوب؟ تتوب عليه. طبعا الله عز وجل يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون. قال له بلاش يا موسى. لكن موسى عليه السلام كان كلم الله متدلع، وكان يعني نبي من الانبياء العظام، فألح عليه واصر والح يا رب. قال له ماشي، روح يا موسى قول له ان ربك يأمرك يا ابليس ان هو هيتوب عليك في حاله واحده بس، لو عملتها هيتوب عليك وتخش الجنه ويسامحك وكل حاجه ترجع زي ما كان. هي ايه الحاجه دي؟ قول له ربك هيتوب عليك لو سجدت لآدم قدام قبر آدم. طبعا سيدنا موسى فرح بقى وراح ببراءة الأنبياء وفرحان إن الموضوع خلص، وراح لإبليس وقال له يا إبليس كذا 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 الكلام اللي ربنا قاله له.
اسجد لقبر ادم قدامه وهو هيتوب عليه. هنا ابليس مات على نفسه من الضحك، وقع على الارض من الضحك واندهش من طيابه سيدنا موسى عليه السلام، وقال له الكلمه المشهوره: يا موسى لم اسجد لادم حيا، اسجد له ميتا. هنا سيدنا موسى فاق وفهم ان امر الله نافذ، وان الحرب بين ابليس وبيننا وبين البشر قائمه الى يوم القيامه، وهيجي لنا بدل زاهي حواس 2 زي حواس، 3 500 ألف مليون زي حواس، وإبراهيم عيسى هيجوا تاني وتاني، وسيظل أحفاد إبليس موجودين إلى أن تقوم الساعة. وربنا يتوب عليهم، وربنا قدرنا عليهم يا رب. خلاص خلصنا. شكرا. تحياتي لكم كل أصدقائي الأعزاء. أرجو إذا عجبكم هذا الموضوع وهذه الحلقة إنكم تدوسوا لايك وتفعلوا زر الجرس والمشاركة لكي يصلكم مني كل ما هو جديد وعجيب. تحياتي، أخوكم عبد الرازق محمد.